ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده فيديو جديد. النهارده هنتكلم على الفيلم الليمبي، وهو ليه ما طلعش فيلم كوميدي، وانا متاكد انك بعد ما تتفرج على الحلقه دي هتشوف فيلم الليمبي بمنظور تاني خالص. بس قبل ما نخش في الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وما ننساش برضو ندعي لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه. ويلا نخش في حلقتنا. فيلم الليمبي ما حدش يقدر ينكر ان واحد من افضل الافلام في تاريخ السينما، بس في ناس كتير ما تعرفش انه يعتبر فيلم مش كوميدي. وعلشان نرد على كل الاسئله اللي في دماغنا دي محتاجين نعرف شخصيه الليمبي. شخصيه الليمبي دي اصلا شخصيه مأساويه جدا، واجيب لكم دليل على كلامي. زي مثلا في الفيلم كله الليمبي على طول سكران ومش فايق، وحتى كلامه بيطلعه بالعافيه، ودي ممكن تبقى حاجه مضحكه بس في نفس الوقت حاجه تحزن. يعني شاب زيك يبقى في الحاله دي في عالمنا الواقعي اكيد برضه مش حاجه مضحكه. ده غير ان الليمبي حتى ما عندوش صحاب يفضفض معاهم او يتكلم غير عم بخ اللي هو قد جده حرفيا. ده حتى البيت اللي هو قاعد فيه هو وامه كان هيقع، وده اللي خلاه متدين ب 20000 جنيه وهيتسجن. وخلينا نقف ثانيه عد كم من المأساوات اللي في الفيلم. شاب سكري ومتدين وقرب يتسجن وما عندوش صحاب، وعايش هو وامه في البيت ولسه ما اتجوزش ولا حتى كون اسره، وعواطله وكل ده لسه بنضحك عليه. انا عارف انه مش ذنبك والله، زي ما برضه مش ذنب حسن حسني اللي ضحك في المشهد ده غصب عنه. ده غير الحاره الكئيبه اللي هو عايش فيها لوحده، اللي هو بجد حرفيا ما بيشغلوا فيها. يا اخي ده حتى ما فيش محل فاتح، تحس ان الشوارع دي معموله عشان الليمبي بس. وانا معاك والله انك مش قادر تصدق انه ازاي مش فيلم كوميدي، علشان زيك برضه. ونيجي هنا برضه المشهد العزا. مشهد العزا اللي هو تحس ان حتى في العزا هو مصر يضحكك، والمشهد بيبتدي بشيخ وبعديها على طول كراسي العزا فاضيه، اللي هو انت حاسس ان الفيلم كله مش واقعي وانت بتضحك ضحك هستيري، علشان الحاجه دي انت عارف انها مش هتحصل. يعني خناقه في العزا من غير سبب، وزي مثلا ان الليمبي يطلع من الدولاب، ده مش بيحصل في العادي. ودي كوميديا اسمها كوميديا الافوار. الكوميديا دي بتعتمد على الضحك الغير مقنع. وبيجي مشهد كده للليمبي وهو وحش ابوه بيترحم عليه وبياخد قرار انه هيشتغل على العربيه بتاعت ابوه وهيبقى ناجح، وبرضه بيحصل حاجه غير منطقيه تاني، ان ابوه بيتكلم وهو ميت. اظن انت ابتديت تجمع فكره الفيلم. شوية طماطم حاضر يابا، ما تنساش النظافة أهم حاجة. انك تيجي تبيع انت يابا. وعلى فكره شخصيه الليمبي دي شخصيه حقيقيه، انت ممكن تكون بتشوفه يوميا وبنفس الصفات، بس انت اكيد لو شفته في الشارع هتخاف تتعامل معاه. وفي حاجه انا عايز اعترف لك بيها بس مش عارف اجيبها لك ازاي، وهو الليمبي شبهك. ايوه شبهك انت، ما تستغربش. يعني مثلا زي تعامل الليمبي مع امه. طاطا يا واد زي النسوان طاطا. هو مش لازم يبقى شبهك في كل حاجه، على الاقل صفه واحده. اجرب العفريته دي. يعني مثلا هو عاطل وامي، مش منافق، طموح ومش غبي ولا حتى ذكي، لسه ما اتجوزش ولا كون اسره في السن ده. دي حاجات ممكن تبقى فيا او فيك او في صاحبك او في اي حد تعرفه. وفي اول لقطه في الفيلم الليمبي في الشارع وبيتطوح وماسك سيجاره ومش عارف يجمع باقي الكلام، وهم حبوا يوري لك فكره الشباب اللي هو اشرب عشان تنسى، زي اللي الليمبي بيعمله. الليمبي على طول فاصل من الدنيا وبيهرب من اي حاجه او اي مشاكل بالشرب، ودي برده مش حاجه مضحكه، بس انت بديهي بتضحك عشان محمد سعد حرفيا مش مديك فرصه حتى ان انت تتعاطف معاه. حاضر يا عجزت قوي من يوم ما والليمبي طول الوقت اصلا بيتكلم بالعافيه وتحسه مش مجمع الكلام اللي هو اللي في دماغه بيقول حتى لو مش مفهوم. دي برضه حاجه ما تضحكش. وهنا المخرج ابتدى يلعب على حته الكوميديا الاوفر، زي انك تشوف مثلا ان الليمبي خارج من الدولاب. دي اكيد مش بتحصل معانا. البنطلون فين يا ام؟ والحاجه دي بتعجب المشاهدين جدا. وزي برضه لما الشرطي بيوقف الليمبي بيقول له فين بطاقتك، بيقول له ان هو مش معاه بطاقه عشان مش معاه جيب وراني. ما بتشيلش بطاقه ليه؟ ما عنديش جيب ورا. عبيط يعني كفاره معايا. كارنيه ده ان شاء الله. كارنيه مركز شباب نادي الحبانية. بتلعب ايه بقى في نادي الحبانية ده بقى يا سيدي؟ كرة ناء. وبيرد ردود غريبه، هي ردود فعلا واحد شارب، وانت مركزتش في كل الكلام ده علشان بس محمد سعد كوميديان بطريقه رهيبه. هو قادر يضحك حتى لو لسه خارج من عزا، لدرجه ان في المشهد ده حسن حسني ما قدرش يكتم الضحكه وحط ايده على ام الليمبي لما لقيت الليمبي فعلا فاشل في كل حاجه ابتدت ان هي تساعده، وراح هو وهي اشتغلوا في شرم الشيخ تأجير عجل، والمشروع فعلا بينجح. بس في الاخر الليمبي بيعرف انه كان في المكان الغلط، المشروع بيتخرب والحكومه بتاخد منه العجل وبيهرب هو وامه بالعافيه. وخليك فاكر المشهد ده كويس عشان هنحتاجه بعدين. وبعد طبعا ما المشروع بيبوظ الليمبي ما سكتش وقرر ان هو يشتغل على عربيه الكبده بتاعت ابوه. من ايه من هذا؟ ممكن نكمل انا وعصاتك. ايه يا الغداء بتاعت امك. الرزانه اللي انت فيها. والمشروع بينجح فعلا. بحبك يا بيه. واول ما بيمسك قرش قال لنوسه انه بيحبها، ودي كانت اول مره يقولها
علشان هو حس ان هو يستحق يقولها المره دي. وبعدها الكاميرا بتيجي على راجل واقف وباصص له بقرف، تحسه جاي من المستقبل وعارف كل اللي هيحصل. وبعدها بشويه البلديه جت وطربقت عربيه الكبده على دماغ الليمبي. وبعد المشهد ده على طول الكاميرا بتيجي لمده ثانيه على جسم لاعب وشخص بيدوس عليها، واللقطه دي ملهاش غير معنى واحد، ان الدنيا دست على الليمبي. فاكر لما قلت لك خليك فاكر مشهد العجل عشان هنحتاجه؟ في المشهد بتاع العجل الحكومه هي اللي وقفت قدام الليمبي ودمرت مشروع، وفي المشهد ده البلديه برضه هي اللي دمرت مشروع. وهم عايزين يقولوا لك ان اللي بيقف في طريق الشباب هي حكومتهم، وده مش رايي والله، ده اللي الفيلم كان حابب يوضحه. ماشي بني ادمين. المهم بعد ما الليمبي مشروع بيتخرب، ونعيم بعدها بيجي للليمبي وبيقول له ان لو ما خدش فلوسه هيحبسه. ادفع الفلوس هتنزل، مش هتدفع خلي المطوه بقى تنفعك. وهنا تقدر تقول ان الليمبي انهار من كل الاتجاهات، والكاميرا بترجع ورا وبتورينا ان الليمبي اتدمر. وتعمل فوقك كده هتبقى فورجة يا ليمبي. وبكده خلصت حلقتنا، واظن بعد كل ده عرفت ليه الليمبي ما كانش كوميدي زي ما كنا متخيلين. المهم ان الليمبي هو واحد من اكتر الاعمال اللي عايشه معانا لحد دلوقتي في السينما، الجيل بتاعنا بقى بيستخدمها حتى في الكوميكس. البنطلون فين يما؟ وان عمل او شخصيه تفضل عايشه لحد دلوقتي حاجه عظيمه جدا، فاكيد ده عمل عظيم من محمد سعد وطاقم العمل. بس كده دي كانت حلقتنا، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه. بس كده، السلام عليكم.